في الفيديو اللي فات كلمتكم عن فوائد الريتينول وقد ايه هو مفيد للبشرة، وقلت لكم كمان طريقة استخدامه الصح علشان نتجنب اضراره، واللي هكلمكم عنها دلوقتي من الحاجات اللي ممكن تحصل للبشرة لو استخدمنا الريتينول غلط، وهي ان البشرة تجف جدا لدرجة انها تقشر. علشان كده لازم نستخدم كريم مرطب بعد الريتينول. كمان ممكن يحصل لها احمرار او التهاب، وده في حالة اننا استخدمنا ريتينول بكمية اكبر او عدد مرات في الاسبوع اكتر من اللازم. والصح زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، لازم ندخل الريتينول تدريجي في الروتين بتاعنا، وكمان الكمية اللي بنحطها منه على وشنا تكون مناسبة. الريتينول بنستخدمه بالليل بس، والصبح بتغسلي وشك عادي، ولو هتنزلي ما تنسيش الصن بلوك علشان تتجنبي اي التهاب ممكن يحصل للبشرة. لو بشرتك حساسة جدا لازم تعملي اختبار حساسية عشان تشوفي اذا كان الريتينول هيكون مناسب معاكي او لا. والريتينول طبعا ممنوع لو انتي حامل او بترضعي. بفكرك لو لسه ما اشتركتيش في القناة لحد دلوقتي اشتركي، وكمان فعلي جرس الاشعارات عشان يوصلك اشعار اول ما انزل اي فيديو جديد. واكتبي لي كومنت بأي سؤال عندك، أنا برد على كل الأسئلة. وما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو ده مع صحابك. وبس كده، باي باي.